موعد، صار في لقاء، صار في حب وغرام. بعدين تطورت القصة. بعد هذه العلاقة تطورت إلى علاقة جدية. الأخ أحمد طلب يدها، خطبها وصاروا خطيبين، ودخل على بيتها. أهلها حبوه واستمرت العلاقة، تطورت وتواعدوا بالزواج. فجأة ذات يوم خطيبته اسمها سوسن، ذات يوم سوسن تتصل بالأخ أحمد بالتليفون، تسأل عنه مثل العادة، ما برد. مرة اثنين ثلاثة ما برد. ترجع بتحاول عبر الفيسبوك، أحمد أين أنت؟ ما برد. حاولت مرة اثنين ثلاثة، أحمد مش هون. بعدين اكتشفت سوسن انه احمد سافر. الى اين سافر؟ الى بلجيكا. راح احمد، طبعا زعلت سوسن، كسر خاطرها، كانت مغرومه فيه وناوية على الزواج، وهي واهلها كلهم عارفين انه راح يتزوجوا قريبا. واذ اختفى توارى عن الانظار، هي كذبت على اهلها، قالت لهم انا فسخت خطوبتي معه، بس ما قالت لهم انه سافر من دون ما يعطيني اي خبر. احمد ضرب مش حلو، نعترف فيها. بس بعترف، يعني بنت بتحبك وصار في علاقة بينك وبينها ووعد بالزواج والى اخره، وفجأة اختفيت. انا كنت كنبغيها بزاف وكنرتاح معها. طيب بس اول شيء قل لي ليش اختفيت؟ انا عن نفسي ما عرفتش علاش اختفيت. يعني رحت على بلجيكا، يمكن خفت من المسؤوليه، يمكن. طيب بس ليش ما قلت لها؟ قل له انا رايح على بلجيكا، ما كانش عندي رايح اشتغل عشان اجمع فلوس عشان اتزوج، عشان هيك تبخر احمد فجأة. ما كانش عندي الجرأة باش نقابل ديك، يعني العائله ديالها قابلوني بواحد الحب، بواحد الفرحه، بواحد الترحاب. ما كانش نقدر نقول لهم بلا غادي نترك البنت ديالكم، ولا انا ما قادرش على هذه المسؤوليه ولا هذا. فانا اختفيت وواحد الطريقه اللي انا براسي ما عرفتش كيفاش. يمكن كنت اناني واحد شويه، فكرت في راسي، ما فكرتش في ديك الانسانه، ما فكرتش في ديك العائله ديالها ولا في العائله ديالي. لان من بعد حتى العائله ديالي تقلقات عليا، ولان كان شافوا المعامله ديالها معاهم كانت مزيانه. الناس اللي العائله ديالها حتى هما مع العائله ديالي كانت علاقه طيبه وعلاقه حب جميله. انا يمكن فكرت في راسي بزاف، كنت اناني. قديش قعدت ببلجيكا؟ كم من الوقت؟ 9 شهور. 9 شهور؟ 9 شهور. ونسيتها لسوسن؟ لا ما نسيتهاش، ما نقدرش ننساها. طيب رجعت على المغرب. رجعت على المغرب. واجهتها لسوسن؟ ما بغاتش تهضر معي في الاول، ما بغاتش. رفضت. ما قدرت تشوفها ابدا؟ كنت تشوفها من بعيد. طبعا زي ما بيقولوا سودت لها وجهها مع اهلها، مع صديقاتها، مع المجتمع، لانه انت هرب. هذا كان هربت بدون سبب. شو بتعتقد راح بيكون رد فعلها؟ انا بعرف يعني شو 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 مكانتي عندنا، بعرف مكانتي عندنا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، كنتمنى منكم نتوما القدره ديالكم على الاقناع الا كان ممكن تقنعوا عليها. وكنت انا عندي احساس، يعني الا شافني كنتهضر قدام الناس كاملين، قدام الاهل ديالها وقدام الاهل ديالي وقدام الجيران والناس اللي كيعرفونا واصدقاء، فغادي تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نحن بنشكرك انك جيت لعنا على استوديو انا اللي بشكركم، وثقت فينا. الله يخليك. وان شاء الله تقدر من خلالنا ترجع سوسن، تبنوا عائله سوا ان شاء الله. اتمنى انا من كل قلبي. يا رب. انا من جهتي بعثت الرساله. نعم ما شاء الله 4 يعني بنتين وولدين. حلو. قالوا لي كنت مخطوبه؟ كنت مخطوبه. تركتي؟ لكم زمان؟ مين قال لك؟ يعني اذا تقدم لك اليوم عريس جديد كويس، يعني بتوافقي على الزواج؟ بتوافقي. شو مواصفاته انت؟ يعني شو هيك فارس احلامك عشان نعرف؟ مين قال لك على الخطوبه؟ نعم. مين قال لك على اني كنت مخطوبه؟ انا ما انت لا، ما سالت عنك انا. شو انت جايه هيك يعني هيك وعارفينك مين انت واخبارك وشو بتعملي وكيف عايشه، كل التفاصيل عنا. اوكي. عندنا جهاز مخابرات منتشر في العالم العربي كله.
اوكي. بقى لذلك لا نحن بدنا نشوف اذا كنت مستعده للزواج مجددا يعني. ده مش دي مسابقة، مش مسابقة. مسابقه للزواج. في عنا عرسان هنا. اوكي. اختار من انت الجائزه. انت الجائزه سوسن. ايه رايك؟ اوكي. خلاص اقوم اختار من هنا. لا مش دول. شوفي انا مرشح كمان. طيب ليكي سوسن. اوكي. الحقيقه مش انا اللي دعوتك، انا بسعدني رحب فيكي وبشكرك انك جيتي، بس مش انا صاحب الدعوه. صاحب الدعوه شخص بيعزك طبعا، وهو يعني بواسطنا نحن دعاكي. انا سلمت الدعوه، انت شرفتينا. تحبي تعرفي مين دعاكي؟ ممكن اعرف. ممكن؟ طلعي بهالشاشه. احمد. شكون جابه؟ احمد ببلجيكا. شكون اللي جابه؟ انا جبت. ما هو اجا، هو طلب يجي. ما تبكي هلا تروحي عيونك. تعملي لنا قصه هلا، روقي شوي، خليكي بجمالك هلا. هد تفضل. ما تبكيش يا صوت، ما تقدرش تحمل الدموع ديالك. روقي شوي. هيدا احمد اللي كان في بلجيكا. انا عارف. هو اللي وجه لك الدعوه. اوكي. مش انا. اوكي. ممكن امشي؟ طب ولو ما شفناكي بعد لسه بدك تمشي اكيد. سوسن عمهلك سوسن. لحظه حنجيب لك كوبايه ميه. قعدي شوي، انا عاوزك شوي، بدنا نحكي. روقي لنحكي شوي. ولو معقوله هيك تتركينا وتتركيني هيك وحدي انا؟ لا. ولو انت بنت مهذبه واموره وحلوه، بس ليش بدك تمشي؟ ما بدك تشوفيه ابدا؟ لا ابدا. طيب مسحي هون شوي. ليك بعت لك رساله، بدي اقرا لك اياها انا مش هو. اوكي. بعدين بنشوف يعني. بعدين انت بتقرري بعد ما تقري هالرساله. شوفي ليش هو طلب منك تجي. خليني اقرا لك هالرساله انا. وين رح تعدوا لي؟ هون؟ يلا شو بيقول؟ سامعه؟ بيقول لك حبيبتي الغاليه سوسن، منذ تعرفت عليك وأنت حبيبتي، وحتى حين تركتك كنت حبيبتي. يا سوسن، لم يكن من السهل أبدا أن أفعل ما فعلت، وأعرف أنك تشعرين بمنتهى خيبة الأمل، لكنني سافرت لأكون نفسي من جديد، ولأنني لم أستطع مواجهتك بأنني غير جاهز لإتمام الزواج. أنا أعترف يا سوسن بأنني أخطأت في حقك، لكنك لا تريدين فهم موقفي، وها أنا أمام العالم كله أحاول أن أسترضيك وأقول لك أمام هذه الكاميرات أنا آسف، ولم أحب غيرك أبدا، ولا أريد أن تكون لي زوجة تحمل اسمي وتكون أم أولادي سوى أنت يا سوسن. يا حبيبتي، أنا اليوم أصبحت جاهزا للزواج، فاسمحي لي أن أتقدم أمام كل من يشاهدنا بطلب يدك من جديد. أتعهد أن تكوني زوجتي على سنة الله ورسوله، وأكون لك نعم الزوج، وأن تعيشي معي في سعادة. فقط اقبلي وسامحيني، والمسامح كريم. واضح من رسالته انه الرجل جاي يطلب ايدك من جديد، مش يخطبك، جاي يتزوجك. هو قال انه راح على بلجيكا لانه ظروفه ما كانش تسمح انه يتزوج، وكان مخجول منك، مش عارف كيف بده يصارحك بالموضوع، كيف بده يقول لك انه هو مش قادر، بقى راح يشتغل. بيقول انه جنى بعض الفلوس ورجع وهلا صار جاهز. بقى بتحبي خلينا نسمعه شوي شو بده يقول. اسمعي شوي. يلا تفضل احمد، علي صوتك.
سوسن بغيتك تعطيني فرصه سمعي ليا. الظروف اللي سافرت فيها انا كانت انا براسي ما فهمتهاش، براسي ما عرفتهاش. حاجه وحده انت كتعرفها ومتاكده منها، عمري ما نسيتك وعمري ما غنساك. كنتي الانسانه الوحيده في حياتي، اقسم لك يا كنتي الانسانه الوحيده في حياتي. سافرت ندمت، ما قدرتش نبدا حياتي بلا بك. اي نجاح تنحقو الا وكنحس انا ناقصاني شي حاجه في حياتي، ناقصني الانسان اللي تشاركني الفرحه ديالي، اللي تشاركني النجاحات ديالي، لانك انت كان عندك دور كبير. يسمعني؟ احكي اذا بدك تحكي. انت سمعتي هلا؟ كنشوف فيك. بس انت كلمي اذا بدك تردي عليه، هو بيسمعك. انت عجبك هذيك الحاله اللي درتي؟ ما كانش الخاطري، ما فهمتش. يمكن كنت اناني شويه، انا كنعترف بهذه القضيه، كنت اناني، ولكن ما كانش الخاطري. ما قدرتش نواجهك، ما قدرتش نصارح العائله ديالك اللي استقبلوني بحال ولدهم، دخلوني دارهم وعطوني بنتهم، عطوني اغلى شيء عندهم في ديك الدار، ورده ديال دارهم عطاوها ليا. ما كانش عندي الوجه باش نجي نواجهك سوسن ولا نواجه الدار ديالك، ما قدرتش. العائله ديالك ما قدرتش، ما عرفتش فين ندي وجهي منهم. فانا اليوم قدام العالم كامل نطلب منك السماح، شنو ندمان ونعوض لك كل ما فات ان شاء الله. كلمته قبل ما توصلي انت، سمعت له، هو قال انه ضاع، توتر، هرب من المسؤوليه لانه مش قادر كان يتزوج، وكان خايب وخايف يقول لك انه مش قادر يتزوج. هيك قال هو. بقى اذا انت بعد عندك عاطفه له، اذا انت بعدك بتفكري فيه، فكري انت اذا بتلاقي حالك انه بيعز عليك هذا الانسان. كان دابا لا. هلا لا خلص، يعني ما بقى تفكري انك تبني مستقبل معه؟ شو الامر؟ ما بتعرفي؟ فكري شوي، لانه هلا ما في شيء مستقبل، احنا مش مستعجلين. خلي وقتك، ما تحكميش لي بحال هكا، ما تحكميش لي. لحظه، بين هلالين، عندك حدا بحياتك شيء؟ في عندك حدا؟ ما بقيتش كنعرف. لا ما في بحياتك حدا؟ لا. طيب فاذا نحكي معه. سوسن شوف واو، انا تنوعدك قدام الناس كاملين، بالضمان اللي كتخليني ما نعاودش نهرب لشي بلاد اخرى، لان ديك ماشي هربت ولكن بحال حاولت نلقى راسي في شي بلاصه اخرى. لان كتعرفي الظروف اللي كنت كندوز منها في المغرب، كتعرفي بزاف، والحمد لله دابا رجعت. فانا عندي مسؤوليات هنا في الخدمه ديالي، في العمل ديالي، عندي الشقه ديالي خديتها في المغرب، وانا كنت ديما تنسول عليك. الاخت ديالك راه تقول لك من بعد هذا البرنامج غتقول لك، كنت ديما كنتواصل معاك، نعرف الاخبار ديالك، وعرفت بلي ما كان عندك شي واحد اخر في حياتك، وانا عارف بلي كتبغيني كما انا تنبغيك. اوكي، هادشي علاش سوسن انا جيت قدام هاد الناس كامل وقدام العالم كامل باش نطلب منك السماحه، باش نقول لك انا ندمان وما بقاش غادي تعاود، وكنوعدك انني نعوضك على كل ما داز ان شاء الله. والمسامح كريم سوسن. ايه رايك؟ قال لك المسامح كريم، وسامحيني، وعنده بيته وشقته وشغله. شنو باش غادي نعرف بانه ما غاديش يبقى يعاود يدير لي هكا؟ سمعت؟ الضمانات شي سوسن، انا ما لقيتش راسي في شي بلاصه اخرى غير كلشي. الضمانات انا عاد قدام هاد الناس، قدام الله سبحانه وتعالى، غادي نعيش معاك العمر كامل. شو رايك سوسن؟ عرفت شو والله. اي رايك؟ انت يعني صفي عقلك وذهنك وخذي قرارك بوضوح. هل هذا الشاب بيعني لك بعده؟ هل له معنى بحياتك بعد؟ جاوبيني على السؤال هذا اولا. اوكي. بيعني لك؟ طيب يعني عندي ثقة بكلامه؟ شوية. هل هيك حسيتي بشوق له لما كنتوا منفصلين؟ حسيتي بشوق؟ ليك بدأ الانشراح على وجهه. واحد لئيم هذا. سوسن هو موجود بالاستوديو، في هالستار بينك وبينه،
بتحبي تقولي له انا مسامحتك والمسامح كريم يكون عارف، ما بتحبي ترجعوا كل واحد لوحده الى المغرب. تاخدي قرارك. بدها شجاعة، ما هيك؟ بس اوكي خلاص، مسامح كريم. مسامح كريم، مسامح كريم، عرفته.